الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا وسهلا بكم في قناة يومياتي مع حماتي، معكم أم رقية. النهاردة يا بنات أنا جايلكم في فيديو جديد، أتمنى إن هو يعجبكم. هنعمل معكيش فلوس، هنعمل حاجة حلوة مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت هتعجب أولادك والبيت كله هيشكرك عليها. زي ما انتوا شايفين الحاجة بتاعتنا مش محتاجة كلام خالص خالص، والمكونات بتاعتها سهلة جدا جدا جدا. يا دوبك برتقانة واربع معالق نشا معانا، بس تكاليف يعني سهلة خالص. زي ما انتوا شايفين، شوفوا بقى، اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا الحاجة بتاعتنا الحلوة ما شاء الله. بصوا فظيعة فظيعة كده. يلا نخش الفيديو بتاعنا مع بعض نشوف احنا عملنا الحاجة الجميلة ديت ازاي. الرحمن الرحيم. نيجي بقى لمكونات الحاجة بتاعتنا يا بنات، سهلة جدا وبسيطة. الحاجة الحلوة مكوناتها ايه؟ عندي برتقانة واربع معالق نشا، بس دي كمية البرتقان اللي انا هعملها، يعني زيادة معاكم. يعني مش هعمل برتقانة واحدة، انا هعمل التلاتة دمت عشان اولادي بيحبوا الحاجة الحلوة دي. اول حاجة اعملها هجيب البرتقانة بتاعتي واقشرها، اللي هو التقشير العادي خالص اهو. على فكرة البرتقان رخيص في السوق جدا، الموسم بتاعه اليومين دولت، وفي نفس الوقت رخيص. يعني انا جايبه البرتقال دوت ال4 كيلو ب10، وقطيع يعني مش على الارض، لا ده هو من على الشجره يعني. لان ايه اللي عرفني؟ لانه في العين ايديا بنات اهو، دي اللي بيعرفك ان البرتقانه بتاعتك قطيع من على الشجره اهو. هبتدي ان انا اقطع البرتقانه بتاعتي كده يا بنات. قطعت البرتقانه اهي زي ما انتم شايفين، وبعدين خرطتها خرط كده. هبتدي ان انا هجيب بعد كده هجيب كوبايه شاي ميه بتاعتي. لو انت عندك كوبايه عامله برتقانه واحده، يبقى البرتقانه الواحده مقاديرها ايه؟ مقاديرها 4 معالق نشا، وربع كوبايه شاي ميه، وتلات معالق سكر. دوقي بقى السكر بتاعك حسب الرغبه، بتحبها مسكره قوي زي ما انت ما بتحبي اهو. هاخدهم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الميه، هبتدي ان انا اخدهم واروح اضربهم في الخلاط، وبعدين ارجع لكم تاني. وبكده يا بنات بعد ما ضربت البرتقال معايا في قلب الخلاط اهوت بقى شكله كده، هجيب الحله بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي ان انا انزل بالخليط بتاعي اصفيه. وبكده صفيت بقى الخليط بتاعه يا بنات زي ما انتم شايفين. تاني حاجه هعملها هجيب بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي ان انا اقلبه كده. وبعدين هجيب النشا زي انا قلت لكم بقى، اللي البرتقانه احط عليها 4 معالق نشا بالظبط اهو. هجيب النشا بتاعتي وبمعلقه ولا مضرب اللي موجود عندي، هبتدي ان انا ادوب النشا بتاعتي خالص، هفكها من من التكتلات اللي فيها دي اهي. وكده يا بنات دوبت النشا اهو زي ما انتم شايفين معايا خالص. هبتدي ان انا اخدها على البوتاجاز معايا، وهسيبها واوطي عليها واسيبها على البوتاجاز. بنات حطيتها على البوتاجاز اهوت، تفضلي قلبي بيها باستمرار لحد ما تربط معاكي خالص. بنات ربطت معايا اهي زي ما انتم شايفين، ما خدتش وقت مني معايا ولا حاجه، يا دوبك 4 دقايق كده بالظبط، وبعدين طفيت عليها. وبكده يا بنات بعد ما انا نزلتها من على النار، عندي مجات كده، جبت المج بتاعي الاول عملت فيه ايه؟
حطيت فيه شويه ميه كده، وابتديت ان انا اقلب المج بتاعي كده، وبرده كله كده كل المجات بتاعتي، بحيث تبقى الميه معايا لازقه كده في قلب مغطيه المج بتاعي كله، عشان بحيث ان هي ما تلزقش معايا اما اجي اطلعها، تقدر ان هي تطلع معايا بكل سهوله. اهي. عندكيش مجات حطي، فناجيل قصدي، ما عندكيش فناجيل حطي في كوبايات عادي، اي حاجه موجوده متوفره عندك يعني، مشي نفسك بها. او ده برضو بحاول ان انا اخلي الميه بتاعتي كده موجوده معايا في كل حته. خلاص الزياده ده انا مش عايزاها، ان انا احطهم. هبتدي ان انا بقى هاخد المج بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط فيه، واللي يقع منك يعني يبقى امسحيه يعني. اهو بالشكل ده. عايزه تحطي لها معلقه فانيليا حطيها، حط لها، بس انا بصراحه كانت ريحتها جميله جدا جدا جدا، ما رضيتش ان انا احط لها اي حاجه، لان البرتقال جميل بصراحه. وبكده يا بنات سبتها تجمد معايا شويه كده لقيمه نص ساعه. اقلبها يا بنات، اجيب الطبق بتاعي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. طلعتها كده يا بنات من قلب الطبق، اجيب شويه بقى جوز الهند كده وارش عليها اهي. بصراحه طعمها جميل جدا جدا. وكمان كنت عامله واحده في الكوبايه برضك اهي، حطيت برضك دي اللي في قلب الكوبايه بتاعتي، بتبقى الاطفال بيحبوا الشكل دي جدا يعني، برضك ارش عليها شويه جوز الهند اهي. يعني تقولي لا احطها في اطباق، بس الاولاد بيحبوا الحاجات دي سبحان الله، بيبقى لها ميزه عندهم كده. وكمان عندي كريس كده، واحده كريس احطها عليهم اهي، تدي شكل حلو برضك ولون جميل معايا. يعني انا كنت مره برضك عملت حاجه لاولادي، بس حطيتها في اطباق، فكانوا مش ما كانوش عايزينها قد كده. اول ما عملت لهم الفكره دي سبحان الله بقوا مستطعمينها جدا وحابينها خالص. حط على دي. وحطيت برضك على التانية يا بنات جوز الهند كده زي ما انتم شايفين، وما شاء الله عليها، طعمها جميل جدا بصراحة، بصراحة حاجة حلوة خالص اهيت. واتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم في رعاية الله، وما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. نيجي بقى لمكونات الحاجة بتاعتنا يا بنات، سهلة جدا وبسيطة. الحاجة الحلوة مكوناتها ايه؟ عندي برتقانة واربع معالق نشا، بس دي كمية البرتقان اللي انا هعملها يعني زيادة معاكم يعني، مش هعمل برتقانة واحدة، انا هعمل التلاتة دمت، عشان اولادي بيحبوا الحاجة الحلوة دي. اول حاجة اعملها، هجيب البرتقانة بتاعتي واقشرها، اللي هو التقشير العادي خالص اهو. على فكرة البرتقان رخيص في السوق جدا، الموسم بتاعه اليومين دولت، وفي نفس الوقت رخيص. يعني انا جايبه البرتقال دوت ال4 كيلو ب10، وقطيع يعني، مش على الارض، لا ده هو ايه من على الشجره يعني. لان ايه اللي عرفني؟ لان في العين ده بنات اهو، دي اللي بيعرفك ان البرتقانه بتاعتك قطيع من على الشجره اهو. هبتدي ان انا اقطع البرتقانه بتاعتي
كده يا بنات قطعت البرتقانه اهي زي ما انتم شايفين، وبعدين خرطتها خرط كده. هبتدي ان انا هجيب بعد كده هجيب كوبايه شاي ميه بتاعتي. لو انت عندك كوبايه عامله برتقانه واحده، يبقى البرتقانه الواحده مقاديرها ايه، مقاديرها 4 معالق نشا، وربع كوبايه شاي ميه، وثلاث معالق سكر. دوقي بقى السكر بتاعك حسب الرغبه، بتحبها مسكره قوي زي ما انت ما بتحبي اهو. هاخدهم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الميه، هبتدي ان انا اخدهم واروح اضربهم في الخلاط، وبعدين ارجع لكم تاني. وبكده يا بنات بعد ما ضربت البرتقال معايا في قلب الخلاط اهوت، بقى شكله كده. هجيب الحله بتاعتي اهي، بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي ان انا انزل بالخليط بتاعي اصفيه. وبكده صفيت بقى الخليط بتاعه يا بنات زي ما انتم شايفين. تاني حاجه هعملها، هجيب